بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي حبايبي في الله، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. هنعمل النهاردة بانيه بطريقة بسيطة وسهلة، بس طريقة كويسة. طبعا احنا جايبين نص كيلو بانيه اهوت، من اول اهو بطبقه لسه اهو لحد ما نقليه من غير ما يعمل كفر ويقلع الكفر اللي من عليه والكلام ده. هنحطه كده في الطبق قدامكم كده. تمام. هنشطفه الاول، شطفناه شطفه عاديه خالص تحت الحنفيه علشان تشيل الايه اي حاجه من عليه. شطفه عاديه من غير اي حاجه كده. هنحط ايه ده؟ غسيل. ده بغسله كده. انا بحبش احط له خل، ما بحبش احط خل خالص في الفراخ، لا في الفراخ ولا في السمك، لا في الفراخ ولا في السمك. هتنيني بقى ايه معايا كده. السكينه بايظه. بحب الليمون قوي، بينضف وما بيديش الغضاضه ديت. انا مش عارفه الليمون اللي شايفينه ده. اعصره كله كده على هيخلي ريحته حلوه قوي. انا بحب ريحه الليمون، هيخلي ريحته حلوه قوي قوي. وايه، ومفيش بقى زفاره ومفيش اي حاجه. انا بقى مش هحط ميه ولا حاجه، هو الدقيق مع الليمون كده اهوت، واسيبه 10 دقايق وبعدين هنشوف هنعمل فيه ايه. هنعمله بطريقه ولا بيض ولا تمام. مش هنحط له بيض ولا نحط له اي حاجه، ولا الكفر بتاعه يقع من عليه وتبص تلاقي حته البانيه كده حته لحمه عاديه وحتى مبقالهاش طعم لما الكفر بيمشي من عليها. لا، احنا هننقعه لتاني يوم في تتبيله، وهنعمل التتبيله مع بعض علشان تدي اللحمه حته اللحمه طعم قبل ما الكفر، قبل ما الكفر بتاعها. شايفين البتاع دي كده؟ ده ليمون اهو، ريحته ما شاء الله الله اكبر من قبل ما اهو. شايفين الليمون كتير اهو. هسيبه بقى كده 10 دقايق في التتبيله ديت، قصدي تعتبر بس عشان ايه تضيع الزفاره نهائي، واي حاجه فيها كانت بكتيريا ولا كانت اي حاجه فيها هتروح. وهو افضل من الخل. نخليه كده بقى ونغطيه، وبعدين نيجي نشطفه، وبعدين نعمل له التتبيله اللي هنقليه ايه به. كده احنا هنعمل ايه بقى؟ اللي هجهز لكم التتبيله كده واضحه بصراحه. ده انا هشطف الليمون بالدقيق ده بقى الاول، هشطفها كده وبعدين نعمل التتبيله مع بعض. كده شطفنا الفراخ بتاعتنا اهي، اقسم بالله ريحتها ليمون وعلى دقيق، ما ريحتها اي زفاره. كده جهزناها هي. هنجهز التتبيله مع بعض بقى
وتتبيله صراحه واضحه. التتبيله بتاعتنا ليمون، طماطم بس كانت متمرزه، شطه خضراء، بصلايه، دول اللي في الطبق. هنقطع ده الاول كده وبعدين نشوف هنحط ايه تاني. انا بحبها حرقه يعني الحاجه دي زي بحبها فيها حرقيه شويه كده. يا رب الشطه دي تبقى حرقه. بصلايه صغيره خالص اهيت. وطماطمايه خالص اهيت. ريحه الشطه بتحرق. احنا ما حطيناش اي ميه اهو، ولا حطيناش حاجه. تمام. هنحط بقى ايه، حطينا هنا بصل وشطه اهو، بصل وشطه وطماطم. تمام. كل حاجه واضحه وصريحه اهي. هنحط معلقه ايه، معلقه صغيره توم مهروس، ومعلقه صغيره او معلقه اهي هريسه شطه، مش يعني نص معلقه كبيره هريسه شطه. تمام. تمام. هنحط اهو زبدايه واحده اهي. مش هتطلع الا بالمعلقه. الزبادي طعمه حلو. تمام. فاضل ايه، فاضل الليمون. انا بقى هنا مش هكتر الليمون قوي، هو ريحه بس كده عشان انا بحب ريحه الليمون. اللي عايز يحط ديت ايه اختياري. التتبيله ديت احط لها معلقتين زيت بقى ونعمها على كده، على ما هي كده. يعني الليمون دوت اللي عايز يحطه، مش عايز يحطه ما يحطوش. انا بقى اموت في المزازه بتاعت الليمون دي بقى في اي حاجه، في اي اكل كده ده مع شطه كده بقى. ياه خلاص بقى كده. عارفين شوكولاته كبري اهي، بيبقى مر منها بقى كده، بطير بين السحاب كده بقى. الخلطه دي بقى انا بعملها بالليل كده على فكره. هحطها على الفراخ. انت بقى انت والكميه بتاعتك بقى، كل واحد تبع اللي احنا فردين، كل واحد تبع بقى ايه. هنجيب كيلو، جيب اتنين، تبع عنده ضيوف عامل عزومه هو وايه. كفايه ليمون. نتكل على الله كده بقى. نجيب الخلاط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. استعنا بالله. نسيت احط لنا بقيه الزيت. الشطه حرقه بين ولا ايه؟
طبعا احنا ما حطيناش قدامكم اي توابل. بسم الله. من الشطه حلاقه يا سنه بيضه وفيها كتكوت. مسهل يا رب. مش عايزه احط ميه، انا مش عايزه لها ميه، والخلاط ده ما بيمشيش الا بالميه. شوف الزبادية يا رب، الزبادية تمشي المسائل. بسم الله. بحط الملح بقى. هنحط الملح بتاعنا حدقنا. معلقة سكر صغيرة. تمام يا كتر خيرك، عندك العيب وازح. كده برضو هنصفي المية. شايفين التتبيلة بتاعتنا. توابل فراخ. فلفل، كمون، كزبرة. توابل الفراخ ده كمون. شايفين يا حلوين يا امامير اهو. اقسم بالله اللي محلوف بباطل، التتبيله ديت ما هتلاقوها في اي مكان، ولا هتلاقوا طعمها ولا تقولي لي جاهز ولا تقولي لي. بس انا هعمل ايه بقى؟ هحط هنا دقيق صغيره كده همت، يعني حوالي معلقتين كده عشان تلفها بس كده بالتتبيله بتاعتها. لان انا هقلها كده، انا هقليها كده، يقلها كده يحط لها بقى فيجيتار. عندي فيجيتار ناعم. هنحطها بقى كده في التلاجة، نغطيها لتاني يوم. وكده اهم ما في الموضوع هو اللي حصل ده. التتبيله ديت اهم ما في الموضوع، وغسيل الفراخ برضو اهم ما في الموضوع. اللي بقى كله سهل بقى، اللي هو القليه والتطريبه. بنقول انا بنطربها كده بالدقيق او بالفيجيتار زي ما انتوا عايزين. وبعد كده ما فيهاش مشكله خالص، القليه ما فيهاش يعني. بس برضو هنقلها مع بعض ان شاء الله. هنبات كده في التلاجة، وبكره ان شاء الله ما هنعملها مع بعض ونشوف هيبقى فيها ايه، طعمها ازاي. الخلطه دي كانت عندي، الخلطه دي عليها
دوريتاس كنت عاملاها دوريتاس صحناها على الفيجيتار، عاملاها خلطة كده للفراخ للبانيه، او او حتى الدبابيس برضه، يعني هي تنفع. هحط كده القطع بتاعتنا. هناخدها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب اللي بعدها. الفطار بتاعنا ده اللي بنعمل بقى عليها دوريتوس او اللي زي الدوريتوس كده، متبل مع الفطار. هناخد شوف بعملها ازاي. لازم نخليها تشيل من اهو دهوت، ونقوم حاطينها هنا كده. بقسم لكم بالله ديت من عملي، ما شفتها عند حد ولا شفت حد بيعملها. بقسم لكم بالله بحب اخترع انا كده. بسم الله. كده البانيه بتاعنا خلص. اقسم بالله العلي العظيم طعمه فوق الرائع، فوق الرائع، طعمه جميل. ومحتاج ده فعلا، لان انا باكلها مع الخضره كده. كان لا الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ووصفه جميله رائعه، جربوها مش هتندموا، وهتدعوا ان شاء الله، مش هتدعوا عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.